السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ غبت عليكم بزاف، وكانت الرجعة ديالي بطلب ديال بزاف ديال البنات صحاباتي والكليانات دياولي اللي طلبوني انني نرجع ونشارك معكم الشهيوات دياولي. فانا رجعت لكم بتاج السلطة اللي كنت دائما كنحضروا الكليانات دياولي، اللي داير دابا ضجة في تيك توك. وطلبوني الكليانات ديالي وصحاباتي العائله طلبوني انني نحضروا معاكم بالطريقه باش كنت كنوجدو. شحال هذه باش ما نطولش عليكم الفيديو، ندوزو للطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله، ندوزو المقادير. فبالنسبة للمقادير ديال تاج السلطان أو قبعة السلطان، فكنحتاج فيها أنا دائما هادو هما المقادير اللي كنستعمل. كندير فانيا، وكندير خمارة بوزن 8 غرام، كنحتاج بياض بيضة وصفرة البيضة كنحتفظ به للدهن، وكندير هنايا 3 المعالق كبار ديال سكر سنيدة. تقدروا تحتاجوا اكثر، فكيجي هاد 3 المعالق هما هادوك في الحلاوه. غنحتاج واحد الملعقه كبيره ممتلئه من الخميره المعجونه، تقدروا تعوضوها بالخميره حبيبات. ربع ملعقه صغيره من الملح. وغادي نحتاج هنايا كأس من الماء الدافي. غادي نحتاج نص كاس من الزيت النباتيه، وغادي نحتاج هنايا كأس ديال الحليب حتى هو اللي كيكون دافي. غادي نحتاج كذلك ياغورت بدون سكر، يعني بدون نكهه وبدون سكر. وغادي نحتاج كذلك هنايا عندي واحد ملعقة ونصف ممتلئة ديال الزبدة. وغادي نحتاج هنايا عندي بالضبط 650 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 6 الكؤوس ونصف، ولكن الدقيق كيبقى على حساب الخليط. بسم الله على بركة الله، ندوزو للطريقة. في واحد الاناء غادي ندير فيه الملحة، السكر، وغادي ندير الفانيا. غندير كذلك الخميره المعجونه، وغندير الحليب الدافي، غندير الماء، غندير الزيت، وغادي نخلط هاد المكونات جيدا بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيف بياض البيضه وصفرة البيضه، غادي نحتفظ به للدهن. وغادي نخلط مزيان، وغادي نضيف كذلك ياغورت طبيعي. وغادي نخلط جيدا هاد المكونات حتى كينسجموا معايا. وغادي نضيف هنايا الدقيق تدريجيا مع الخماره. في الاول كنخلط بالخلاط اليدوي، من بعد غادي نزولو وغادي نبدا كنعجن في العجينه ديالي بهذا الشكل هذا حتى كندخل ديك الكميه ديال الدقيق كلها. وغتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش كيكون في الاول. فبالنسبه في الاول العجين كيكون رخو وكيلتصق في اليدين بهذا الشكل هذا، لانني باقي غنضيف ليه الدقيق والكاكاو من بعد ما غنقسمو كيكون هذا هو القوام. دابا غناخذ واحد الاناء واحد اخر وغادي نقسم العجين الى نصفين. غادي نضيف النصف الاول، غنضيف ليه 2 معالق ديال الدقيق، وغادي ندخلو جيدا بهذا الشكل هذا في العجينه ديالي. من بعد ما كندخل ديك 2 معالق ديال الدقيق كنضيف ديك نصف الكميه ديال الزبده. بالنسبه للزبده بالغرامات فغادي تحتاجوا 50 غرام. صافي كنضيف غير نصف الكميه ديال هذيك 50 غرام، ما يعادل 25 غرام. صافي من بعد ما كندخلها مزيان في العجينه اللي كتولي رخوه وما كتلتصقش في اليدين، يعني رطبه وما كتلتصقش في اليدين، كنغطيها ونخليها كتختمر. وندوز ديال الكاكاو اللي كنضيف لها 2 معالق ديال الكاكاو حتى كندخلو. كنضيف نصف الكميه ديال الزبده اللي تبقات ليا 25 غرام. من بعد ما كندخلها مزيان في العجينه كتصبح بحال الشكل ديال البيضه. صافي وكنغطيها حتى هي ونخليها كتختمر. من بعد ما كيختمر وكيضاعف ليا الحجم ديالها كنزول ليها الهواء ديالها وكنشكلها على شكل كويرات كيف البيضه كيف الكحله كيف ما كتشوفوا معايا السوداء. صافي وهنا باستعانه ديال الدقيق والدلاك كنبقى كنطلق في العجينه البيضاء هي الاولى على شكل مستطيل او لا مربع كبير. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا ليا الفيديو واضح وبسهوله كتطلق معكم العجينه. صافي وكناخذ الكميه النصف الاخر ديال العجينه السوداء حتى هي غنطلقها بنفس الطريقه وكنهزها بهذا الشكل هذا
وكنحاول انني نحطها بالتساوي، تكون قدها قد العجينه البيضاء من فوقها. هانتوما شوفوا الطريقه كيفاش كندير ليها. كنبقى كنقاد فيها وكنحيد فائض ديال الدقيق، ومن بعد كنثبتها بالدلاك، يعني كنضغط عليها بالدلاك باش كتلتصق مع العجينه البيضاء بهذه الطريقه هذه، وكنسرحها جيدا. صافي هنايا كناخذ الشوكولات، انا سخنته شويه لان مع الحال بارد كيكون جامد. انا استعملت هاد الشوكولاط هذا، تقدروا تستعملوا اي شوكولاط متواجد عندكم. انا استعملت هاد الشوكولاط هذا من بعد ما سخنته وخلطته بهذا الشكل هكا. وغنحتاج لواحد 2 معالق كبار من الكركاع اللي كنكون قطعته بحال بهذه الطريقه هذه. 3 ديال الكركاعات. تقدروا تستعملوا كاوكاو، تقدروا ما ديروش كاع اللوز اللي عندكم، بيب دو شوكولا، غير ديك الفواكه الجافه، داك الكركاع ولا اللوز ولا كيعطينا واحد التقرميشه مع داك الشكلاط، كيجيو متواتين. صافي كناخذ داك الشكلاط وكندهنو من الفوق ديال العجينه ديالي، فواحد الطرف من الفوق بهذا الشكل هذا. كنضيف واحد الكميه ديال بيب دو شوكولا، وكنضيف كذلك الكركاع اللي كنكون مقطعه طريفات اولا اللوز اولا اللي عندكم. كنلف العجينه ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا حتى كيبقى ليا غير من الاسفل، وكناخذ واحد السكين وكنقطع اشرطه بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذ كل شريط وكنلفو بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. طريقه سهله ومبسطه. صراحه انا هاد تاج السلطان كنت كنصايبو شحال هادي، وكان تيحماقوا عليه الكليانات ديالي اللي كان بالطلب ديالهم انني نعاود نشاركو معاهم. صافي كناخذ واحد المول اللي كندهنو بشويه ديال الزيت وكنرش عليه رشيشه خفيفه ديال الدقيق، وكنحط فيه يعني داك الحربول ديالي بهذا الشكل هذا، وكنبقى نقادو بهذه الطريقه هذه. يعني راه ولو غيبقى لكم واحد شويه ديال الفراغ راه من بعد ما غتنتفخ، يعني كنغطيه ونخليه حتى يخمر. ها نتوما ما كيبقاش يبان كاع نهائيا. كناخذ داك صفرة البيضه اللي كنضيف ليه قطرات من الخل، وغادي ندهن به البريوش ديالي اولا تاج السلطان. ومن بعد هنايا الفران كيكون كيسخن عندي لاعلى درجه، كندخل ليه البريوش والعافيه مهيله حتى كينتفخ ويحمر من الجوانب ويحمر ليا من الاسفل. عاد كنشعل عليه العافيه من الفوق يحمر. هانتوما بهذا الشكل هذا كندهن الوجه ديالو بهذه الطريقه. وبالنسبه للمده ديال الطهي فراه ما كيفوتش معكم واحد 20 دقيقه هكاك. المهم غير العافيه تكون مهيله والفران يكون سخون مزيان. صافي غندخلها الفران حتى تطيب ونتلاقاو. وهنا من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا معايا كيفاش كتجي خفيفه محمره ومنفوخه، كتجي رائعه، فغير جربوها. هنا من بعد ما زولتها من المول شوفوا معايا كيفاش كتجي طالعه بزاف، كتجي رائعه خفيفه، الشكل ديالها رائع بزاف. انا غادي نديها للصديقه ديالي من بعد ما غنديها وغادي نقسمها معكم عندها وتشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ولبي الطلب ديال الناس اللي طلبوه مني. فان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم بزاف ديال الوصفات، غادي نرجع معكم بالوصفات جديده، وعلاش لا دائما نشارك معكم اليوميات ديالي حتى هما. فغير شجعوني باللايكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام، ونشارك معكم كل ما هو جديد كيف ما كتطلبوا مني. فهنايا غادي نمشي عند الصديقه ديالي ونقسم معكم. شوفوا من الداخل كيفاش كتجي رائعه، كيجي خفيف. هنا وصلنا لاخر ديال الفيديو، الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.